سلام خدامنا الحلوين. عاوزكم كده بقى انتوا الخمسة تكتبوا بحث عن خيمة الاجتماع في العهد القديم، طبعا مكوناتها، وكمان تعملوا ماكيت مجسم حلو للخيمة. ان شاء الله هتكون المسؤولة عن الفريق هي ميس مها. طب وليه بقى مش كل واحد يعمل بحث وماكيت لوحده، حتى يبقى عندنا 5 أبحاث و5 ماكيتات؟ لا يا مها يا بنتي، انا عايز نتعاون مع بعض عشان ده هيوصل لنتيجة احسن واطيب. زي ما قال الكتاب المقدس 2 خير من 1، وياريت واحنا شغالين نبقى لبعض زي ما قال شكسبير، الواحد للجميع والجميع لواحد. ويعني ايه بقى يا مستر الواحد للجميع والجميع للواحد؟ انا مش فاهم حاجة. يعني عايز اشوف واحس بروح الجماعة بينكم، نفكر مع بعض وننفذ مع بعض، وتكون ايدينا في ايدين بعض، كل واحد يقدم اللي عنده للكل ويشارك بأفكاره، والجماعة كلها تقدر كل واحد في الفريق، تسنده وتساعده ويعبر عن رأيه ومشاعره وأفكاره واقتراحاته. عايز كل واحد في المجموعة فيكم يبقى حاسس بالأمان والانتماء، وإن جزء لا يتجزأ من المجموعة. تمام يا مستر فادي، بس ما تنساناش في صلواتك. قال شكسبير قال، مال أنا ومال شكسبير ولا أرسطو ولا حتى أفلاطون؟ مالك بس يا مها؟ يعني الناس دي انت ما تعلمتيش منها حاجة؟ لا، ما اتعلمتش منهم أي حاجة، وهي أسماء كانت بتعدي علينا في الكتب وخلاص. الحمد لله على السلامة يا ولاد. أخباركم إيه يا حبايبي؟ وأخبار يومكم كان إيه النهاردة؟ الله يسلمك يا ست الكل، كله تمام بوجودك يا غالية. لا مش تمام بقى يا ماما، وأنا مش عاجبني اللي بيحصل ده. في إيه بس ده كله؟ هو إيه اللي حصل؟ أستاذ شادي يا ماما كلفنا نعمل بحث وماكيت عن خيمة الاجتماع، أنا ويوسف ومعانا 3 شباب تانيين. طب وماله يا حبيبتي؟ فيها إيه لما تكونوا سوا؟ هتقدموا عمل متكامل، ده حتى اللي هينقصوا معلومة هيقدر يكملها من التاني. هو في حد يا مها بيشتغل لوحده؟ بصي يا بنتي كده حواليكي، ده مفيش إنسان ولا طير ولا حتى حيوان يقدر يعمل حاجة لوحده. عندك حق يا ماما، في الحشرات كمان. بطل فلسفة يا يوسف لو سمحت، ممكن؟ مش فلسفة صدقني، انت ما سمعتيش بيت الشعر اللي بيقول النمل تبني قراها في تماسكها، والنحل يجني رحيق الشهد أعوانا. ده حقيقي يا يوسف، وخلي بالك يا مها، العمل بروح الفريق بيساعد على تحقيق وتقدير الذات والثقة بالنفس، وبيحسن التواصل مع الآخرين، ده غير إنه بيخلق علاقات أفضل ويخلي العمل يظهر في أحسن صورة. طبعا كل شخص بيستفيد من مهارات وخبرات باقي أفراد المجموعة. ببساطة كده يا ولاد، العمل الجماعي ده هو القوة الأساسية لأي مؤسسة عايزة تنجح. يعني إيه بقى الكلام ده؟ هو مفيش حد بينجح لوحده أبدا؟ عمرك شفتي مدير شركة أو صاحب مصنع بيشتغل وينجح من غير موظفين وعمال؟ ده حتى بيتنا ده مش كل واحد مننا ليه دور فيه، وكلنا بنكمل بعض. حتى الكنيسة هتلاقي كل خدمة ونشاط فيها بيقوم بيه أكتر من شخص، زي صلوات الليتورجية اللي بيقوم بيها الأب الكاهن ومعاه شماس أو 2 على الأقل. يعني أبونا مش بيصلي لوحده يا بنتي. احنا كمان لو بصينا للتاريخ هنلاقي أجدادنا اعتادوا العمل مع بعض. أنا مرة قريت إنهم لما كانوا يطلعوا للصيد كان الشخص اللي نظره قوي هو اللي بيتولى الحراسة والمراقبة، واللي أسرع وأقوى بيقوم بالصيد. حقيقي كل حاجة حوالينا بتقوم على الشغل في المجموعات، وكأن دي الصورة اللي ربنا خلقنا عليها، وهو ده اللي عايزه. أيوة، بس أنا ممكن أنجح لوحدي. طيب إيه رأيكم في موسى النبي؟ كان قائد ناجح وشاطر
وبيعمل كل حاجة لوحده. ده كان قائد الشعب كله 40 سنة ونجح فيهم جدا كمان. لا استني، مين بقى اللي قالك كده؟ ارجعي كده لسفر الخروج إصحاح 18، هتلاقي إن موسى النبي لما كان لوحده ما كانش ملاحق على مشاكل الشعب، ولا حتى كان قادر يسمع شكاوي الكل. ولما شافوا يسرن حماه نصحوا إن هو يعين معاه مستشارين ورؤساء مجموعات علشان يساعدوه. وفعلا الأمور اتظبطت أكتر لما عمل ده. وبما إن انتي بقى فتحتي سيرة الكتاب المقدس، اقري وركزي كويس، لأنك هتلاقي آيات وقصص كتير عن المشاركة والعمل الجماعي. يعني عندك مثلا في سفر الجامعة الإصحاح 4 بيقول: 2 خير من 1، لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة، لأنه إن وقع أحدهما يقيم رفيقه، وويل لمن هو وحده إن وقع، إذ ليس له ثاني ليقيمه. وكمان قال إن الخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. ده غير بقى في إنجيل لوقا الإصحاح 10 بيقول: وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين أيضا، أرسلهم 2 أمام وجهه. يا بنتي يا حبيبتي، محدش بيعيش لوحده ولا بينجح لوحده. ربنا خلقنا مع بعض علشان عايزنا نساند بعض ونتعاون، وسر نجاح أي عمل هو التعاون. واللي بيفكر نفسه هينجح لوحده ده مخدوع وموهوم وكمان مغرور. فهمتيني يا مها؟ طيب يعني كلكم كده عليا؟ طب ايه المطلوب دلوقتي؟ احنا مش عليكي ولا حاجة، احنا معاكي علشان نكمل الصورة مع بعض، وكمان هنستغل ماما ومراجع ماما في البحث. طبعا يا حبيبي، أنا شخصيا تحت أمركم، ده أنا كمان هستفاد لما هقرا معاكم. والمطلوب بقى يا مها، ومش منك انتي بس، خلي بالك، لا، من كل واحد في الفريق، عليه انه يشارك بأفكاره ويساعد أي حد يقدم فكرة، ونقبل أفكار الآخرين من غير ما نتشبث برأي معين، واخدة بالك؟ وكلنا نراعي مشاعر بعض، ولو عدى علينا موقف صعب يا ولاد كلنا نتحمله من غير ما نرمي اللوم على حد، وكل واحد يلتزم بالمهمة بتاعته، ومحدش يبخل بمعلومة يعرفها عن باقي الفريق. بكده بقى كلنا هنبقى ايد واحدة، وكل شخص في الفريق هيحس بالأمان والانتماء والتقدير والحب، ويبقى عايز يقدم أحسن ما عنده. وبكده يا ولاد هنوصل لأفضل نتيجة. وصدقوني يا حبايبي، فرحة النجاح في وسط مجموعة بتكون ليها شكل تاني وطعم تاني أحلى وأقوى بكتير من فرحة الشخص لوحده. يلا بقى أحلى غدا من إيد أحلى ماما، علشان أنا جوعت جدا وكمان عندنا شغل كتير. يلا بقى عايزين نبدأ. ايه النشاط ده؟ طب يلا بقى يا جميل عشان نجهز ونرتب السفرة سوا. أيوة كده، هو ده الكلام. أهو إيد لوحدها نتسقف